السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا في حد كلمني وقال لي اعرضي مشكلتي وخلي الناس يشاركوا معانا في حل. يعني المتابعين اي حد عنده حل للمشكلة دي يقول في التعليقات. احنا زي ما بقول، احنا والمتابعين اللي معايا اسرة مع بعضنا كده، بنتكلم اي حد عنده مشكلة وبنعرضها، وحد عنده حل نتكلم ونبقى عون لبعض. فاهمين؟ دلوقتي في واحد وشاب عايز يتجوز واحدة من بلده بيحبها وهي كمان بتحبه، تمام. وأمه مش عايزاه يتجوز البنت دي وعايزاه يتجوز قريبته، تمام. الجواز أهم حاجة فيه إن هو يبقى عايزها وهي عايزاه. خلي بالكم، ان ابنك مثلا لو قال لك يا ماما نقيلي او يا امي نقيلي، ده فرق. انت تنقله ورضي واتجوز، خلاص تمام. لكن لو في حد هو بيحبه ومرتبط بيه وعايز يتجوز ويكمل حياته معاها، ما تقفيش في طريقه، علشان ده انت هتشيلي ذنبه. حضرتك او الاب او الام، مش انتوا اللي هتعيشوا مع الزوجات اللي انتوا بتختاروهم لاولادكم، او الازواج اللي بتختاروهم لبناتكم، تمام. اهم حاجه لازم يبقى فيه قبول، تمام. يعني انا دلوقتي لما يجي ابني يقول لي انا عايزه اتجوز فلانه، خلاص انا من وجهة نظري بتكلم معاهم وبسأل عليهم والكلام ده. طالما ابني عايزها، خلاص شيلتك، مش هجوزك غصب عنك ولا هرفض. بس لا، من بداية كده لا تطلق، ما عندناش طلاق. لا تطلق ولا تزعل، وانتوا الاتنين تشيلوا بعضكم، وانتوا الاتنين تستحملوا بعضكم. طالما اخترتوا بعض يبقى تستحملوا بعض، تمام. اهم حاجة بالنسبة للأب والأم في الحياة الزوجية إن هم يشوفوا ولادهم مرتاحين ومبسوطين وحياتهم كويسة وبابهم مقفول على ستر وضحك وكلمة حلوة ومعاملة حلوة، تمام. مش شرط بقى يبقى متجوز بنت فلان أو بنت علان أو الكلام ده. أهم حاجة هو يكون عايز مين وهي تكون عايزة مين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن الأب والأم يختاروا زوجات عيالهم أو أزواج عيالهم، ما قالش كده، ولا حاجة في الدين بتقول كده، تمام. انت عليك النصيحة ان انت تنصح ابنك يا ابني بلاش ديت علشان الوضع كذا كذا كذا، وانت حر. انا ما بغصبش عليك، بس يوم ما هتتجوزها ما اشوفش حد يسمع بيكو ولا اعرف ان في مشكلة بينك وبينها، تمام. عشان لو جيت لي في مشكلة بينك وبينها انا مش هتدخل ولا احل، لانك انت اللي اخترت. والبنت نفس الحكاية، انا عملت كده مع اولادي، والمفروض كل واحد يعمل كده مع اولاده. مفيش حاجة اسمها تتجوز غصب عنك، ماشي. يعني الام اللي واقفة ضد ابنها ومش عايزاه يتجوز اللي بيحبها وعايزاه يتجوز قريبته، انت اساسا انت هتخسري قريبك ده، سواء اخوكي او ابن عمك او ابن خالك او بنت او اختك او بنت خالتك، هتخسريها. لو حصل في يوم من الايام مشكلة وابنك بيتجوز بنتهم وهو مش راضي عنها ومش بيحبها، فاكيد مش هيساعدها لانه هو مش بيحبها، تمام. فلو حصلت مشكلة هتخسري قريبتك دي. جواز القرايب على فكرة بيحصل فيه مشاكل كتير، بنخسر القرابة علشان الجواز. سيبوا ولادكم يختاروا حياتهم اللي هم عايزينها يا جماعة. انا رسالة للام ديت بقول لها سيبي ابنك هو اللي يختار، سيبي ابنك هو، شوفي هو عايز ايه. او اي حد سواء بنت او ولد، ما بنقولش بقى الولد له اهمية عن البنت، لا، الاتنين واحد، الاتنين واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلي الاب والام يسالوا بنتهم موافقه ولا لا. لو قالت لا الجوازه ما بتتمش، لو قالت موافقه الجوازه بتتم. احنا عايزين نبقى مسلمين في كل حاجة يا جماعة. الاسلام ما هوش في اشياء واشياء، ما هوش بنختار على كيفنا او بننقي، ما هوش قوطة، ما هوش طماطم، ما هوش فلفل عشان ننقي اللي يحلالنا واللي ما يحلال. لا، هي الحياة كده لوكش على بعضها. فلازم تتقبلي رأي ابنك، لازم تتقبلي رغبة ابنك. ابنك عايز يتجوز ولا يعيش مع مين ولا اصل مش انت اللي هتعيشي معاها. طب حضرتك الام مثلا، انت النهارده ابنك اتجوز، انت النهارده مثلا عندك 50 60 سنة، ماشي، الاعمار بيد الله. غصبتيه على جوازه من قريبته، ماشي، وصبح اتجوزها زي ما انت عايزه عشان يرضيكي. وبعد عمر طويل مثلا انت توفاك الله، الخراب اللي هيحصل في بيت ابنك هتبقي انت السبب فيه، لانه ساعتها هتبقي هو كان عامل حساب ليكي.
مش عايز يزعلك، فاتجوزها وانت موجوده، بعد وفاتك خلاص مش قادر هيطلقها. فانت يبقى ظلمت الولد وظلمت البنت.